تكات مهمة عشان يطلع معاكي الكشري زي بتاع المحلات واحلى. احلى عشان انتي اللي عاملاه. اول حاجة العدس، بعد ما نسلقه لازم نحطه في طاسة كده، ونسيبه من 3 الى 4 الى 5 دقايق كده ينشف من المية تماما، ونهويه كده علشان خاطر يدينا الشكل ده. البصل بقى هنبشره في المبشرة بتاعة البطاطس الشيبسي، بيبقى مقرمش وزي بتاع المحلات بالظبط. يعني تكت ان انت تقطعي البصل في المبشرة بتاعة البطاطس ديت تديكي بصل مقرمش جميل جدا. هنعمل النهاردة الكشري بأسرع طريقة، من أسرع الأكلات اللي أنا ممكن بكون بعملها لو أنا مستعجلة وعايزة أعمل أكلة سريعة. الكشري بتاعنا أكلة شعبية واقتصادية وموفرة. يعني المقدار دوت، يعني أنا عملت ربع كيلو عدس النهاردة، يعني مقدار يكفي 5 أفراد كبار. ممكن تبقى يعني وجبة غدا محترمة جدا. شايفين بقى منظرها، وتقريبا كل الشعب المصري كلنا بنحب أكلة الكشري دي. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. اتفرجوا على الفيديو للآخر. اول حاجة هنعملها ان احنا هنسلق العدس. ده ربع كيلو عدس كده بجبة، هنسلقه كده في شوية مية. ما بياخدش وقت خالص يعني. واحنا اثناء ما هو بيتسلق معايا برضو كيس مكرونة اللي هي الشكل الهلالي دوت، او المكرونة الصغيرة، ومكرونة اسباجيتي، وشوية ملح ومية ساقعة من الحنفية، وهحطها على الشعلة الكبيرة تتسلق. الصلصة بقى الثوم مع الطماطم مع شوية خل كده، وهضربهم في الخلاط، وعلى النار هحط معاها فلفل اسمر وكمون وملح ومعلقة صلصة. مش بقول لكم ان هي اكلة سريعة التحضير؟ كله كده وانا واقفة في ربع ساعة كنت مجهزة الكشري. والبصل كده حطيته على النار عشان انا عايزة اخد الزيت اللي هو بتاع البصل. بعد ما يتحمر هاخد شوية مية من المكرونة بعد ما اتسلقت هحطها على الصلصة. التكة دي برضو بتدي طعم جميل للمكرونة. والبصل كده بعد ما قطعته بالمبشرة بتاعت البطاطس، وهاخد بقى المية بتاعت العدس بعد ما سلقته، هضيف هسوي بيها الرز، وهحط مع الرز الابيض شوية عدس اصفر، وهاخد المية كده واحط معاها، بحط على الرز شوية فلفل اسمر وكمون وملح، وهاخد العدس كده هحطه في الطاسة كده، انشفه تماما من المية. تكت ان زي ما قلت كده في اول الفيديو ان التكة ديت بتخلي الكشري زي بتاع المحلات بالظبط. ميزة الكشري ان هو اكلة سريعة التحضير. يعني انا عملت الكشري ده في حوالي ربع ساعة. يعني لو انتي في مشوار او صحيتي متأخر او اي حاجة، اسهل اكلة ممكن تعمليها اعملي الكشري. والبصل انا قطعته بالمبشرة، وبالمبشرة بتاعت البطاطس بيطلع مقرمش. وجربي بنفسك، يعني دي احلى طريقة ممكن اكون وصلت لها. واستوى معايا بسرعة جدا. سويت كل الحاجات في ما يكملش نص ساعة. كنت عاملة الكشري، عاملة عدس ورز ومكرونة والصلصة. لو احنا حابين نضيف مثلا حمص الشام او نضيف شطة، يعني بقى بتبقى في حاجات اختيارية كده. دي اساسيات اللي احنا عملناها في الفيديو النهاردة، واي زيادة بقى ممكن نحب نزودها، يعني على حسب بقى ايه احنا بنحب ايه. شايفين بقى احلى طبق كشري. ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.